بس بجد يا ماما انا مبسوطه قوي ان سلامه جايه بكره، مستنيه بفارغ الصبر. يا رب يا اختي يجيلك بالسلامه ان شاء الله. بس يا حبيبتي الاهم من كده بقى لازم تفتحي مخك، ده اكيد جاي شايل ومحمل، يعني تكوشي على كل حاجه، يعني الفلوس اللي هتيجي تشوفي تحلمي كده هتعملي بيها ايه. بس انا عايزاه يجيب سلامه يا ماما اهم. هو هيجي يا حبيبتي وهيطفش، ما هو كده كده جايلك، هيدخل البيت ويعمره. اهم حاجه اللي يعمر ايدك ويعمر جيبك ورقبتك بالذهب، الحاجات الحلوه، اللبس الجميل، التلاجة كده تتملي، الدنيا تبقى حواليك كلها ورد في ورد. امال ايه؟ لازم تتمتعي بكل حاجه حواليك. حاضر. ايه يا وفاء اللي انت بتقوليه ده؟ انت بدل ما تنصحيها خلي بالك من جوزك. امال انا بنصحها؟ ودي النصيحه؟ بقول لها زعقي له ولا اعملي له ولا اشخطي فيه ولا ترضيه؟ نهى عادي. نعم. ما تسمعيش كلام امك. حاضر. خلي بالك من جوزك يا بنتي، الكلام اللي بتقوله دي ما تسمعهوش. في ايه يا ناجي؟ هو انا بقول لها اغضبي عليه ولا اعملي مشاكل؟ وحاضر ايه يا حبيبتي اللي انت بتقوليها؟ فوقي النفس. هو مين اللي جاي دلوقتي؟ قومي افتحي. شوفي يا نهى مين اللي جه. ما تهدى يا ناجي. اهدي شويه. سلامه. انت ايه اللي انت فيه ده؟ وبعدين انت مش المفروض ان انت جاي بكره؟ نهى انت وحشتيني جدا، وبعدين مش هنتكلم خلاص يا محمد. طيب روح. شكرا جدا يا محمد. ايه اللي حصل وازاي وامتى طب هو احنا هنتكلم وكل ده هحكيهولك احنا على الباب يا نهى؟ لا. تعالى. ايه ده عم ناجي؟ حماتي؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ مالك يا سلام؟ انت جيت النهارده، انت كان ميعادك بكره. في ايه؟ مش فاهمه حاجه. في ايه؟ طب معلش يا جماعه، لا انا مش قادر ان انا اقعد هنا. بعد اذنكم ممكن ان انا ندخل جوه شويه بعد اذنك يا عم ناجي؟ طب اتفضل يا ابني اتفضل. طبعا. تعالى يا نهى معايا. هو ايه اللي بيحصل؟ تمام كده يا نهى. ايه بقى اللي حصل هو ازاي؟ بص يا نهى، انا مش عايزك تزعلي ولا تتصدمي، وانا مقدر القرار اللي هتاخديه. نهى انا عملت حادثه من اكتر من اسبوعين، وكشفت والدكاتره كلهم بره اكدوا ان انا مش هقدر امشي على رجلي تاني. طبعا انا ما حبيتش اقولك عشان ما تقلقيش، واستنيت لحد ما اجي والمواجهه يا نهى بينا ما تبقاش بالتليفون، تبقى احنا قاعدين مع بعض يا نهى. نهى زي ما انت شايفه انا من هنا ورايح هيبقى اخر الكرسي ده. اقصى حاجه اقدر اعملها ان انا امشي من اوضه لاوضه، يعني لا هقدر اخرجك ولا هقدر اخدك نوادي ولا اتفسح بيكي، يعني تقريبا كده من هنا ورايح هبقى حمل وعبء، ودي حاجه مش سهله يا نهى، مش سهله على اي حد. يعني انا عايزك تفكري وتاخدي قرارك. هل انت ممكن تتحمليني بالوضع اللي انا بقيت فيه ده، ولا هتختاري الحل اللي اي حد ممكن يختاره وكل واحد يروح لحاله؟ وعلى فكره انا مش عايزك تفكري باي شكل عاطفي، يعني لا عايز احس من ناحيتك ان انت بتشفقي عليا ولا ان انا صعبان عليكي. عايزك تاخدي القرار بعقلك قبل قلبك. ولا غينا يا نهى، هل هنكمل مع بعض ولا كل واحد هيروح لحاله؟ طب بص، انا محتاجه اقعد لوحدي وافكر، فانا هطلع بره وافكر واقول لك. فكري يا نهى. ايه يا نهى يا بنت في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه؟ ماله؟ عمل حادثه من اسبوعين وكشف، والدكاتره قالوا له ان هو مش هيقدر يمشي تاني. ايه؟ مش هيمشي تاني؟
لا اله الا الله. احنا هيفضل قاعد على الكرسي عاجز كده؟ ايوه. ايه الحلاوه دي؟ طب وان شاء الله؟ اصبري يا وفاء. ايه؟ اصبر يا اخوي. ايه اللي تقولي له الكلام ده؟ مش عيب كده؟ بيقول لك مش هيمشي تاني. يعني ايه؟ يعني هتقعد له ممرضه؟ لازم نصبر برضه، ده جوزها. عيب كده. نصبر؟ ايوه. هي اكله ماليش ثواني ولا ايه؟ هو اتكلم معايا ومفروض ان انا قلت له ان انا هفكر. ايوه اتكلم معاكي في ايه بقى؟ من ناحيه ان هو اكمل معاه وهو كده ولا اطلب منه الطلاق. طب والنبي عنده دم وحاسس وعارف ان مش هينفع. بس انا قلت له هفكر. يا حبيبتي ما هو انت بتفكري يعني هو يا بنتي صح. بص يا بنتي، سيبك من الطلاق ده. الاصيله تدنيها جنب جوزها. ازاي اسيبه كده؟ وحد قال لك ان هي مش اصيله؟ ايوه، امال تسيبه ازاي؟ هي اصيله يا حبيبي، بس يا حبيبتي انت لسه صغننه وحلو. ازاي هتعيشي ممرضه وتعيشي ايه مع واحده عاجز؟ تعالي بقى نفكر في بيتنا كده ونتكلم بعيد عن ابوك. سيبيها يا وفاء، سيبيها يا وفاء، ما نشوف الراجل مش هنسيبه كده. يلا يا ناجي. اسمعي. هتقعد؟ انت حر. هجيبه. ده كلام. ما اخش اشوف فيه ايه. ادخل. ايه سلام يا ابني. عم ناجي. الف سلامة عليك. الله يسلمك يا عم ناجي. ايه ده؟ حادثة ايه اللي حصلت لك دي؟ والله يا عم ناجي الحمد لله على كل حال. الحمد لله الحمد لله. انت يا ابني قلقتني عليك. لا تجي بس يا عم ناجي، انا مش هقدر امشي تاني. مش هتقدر تمشي تاني؟ ما تقولش الكلام ده، ربنا كبير يا حبيبي. ونعم بالله، بس كل الدكاتره اكدوا لي ان انا مش هقدر امشي على رجلي تاني. لا لا، سيبها على ربنا بس، وان شاء الله هتخف وهتمشي تاني وترجع تاني. ما تقولش الكلام ده. عم ناجي هي نهى اختارت ايه؟ هي نهى قالت لنا ان انت عملت حادثه، ما اختارتش حاجه. هي قالت ان انت يعني عرضت عليك ان انت. هي فين نهى يا عم ناجي؟ خرجت بس راحت تجيب حاجه مع امها، وهدي لك ربع ساعه وجايه. يعني نهى رجع تاني؟ الله طبعا يا ابني، مش هتسيبك ازاي؟ بجد يا عم ناجي مش هتسيبني؟ لا مش هتسيبك. تسيبك ازاي في الوقت ده؟ ما ينفعش. ماشي يا عم ناجي. انا عايزك بس تهدى وخلي بالك وما تفكرش وسيبها على ربنا، وان شاء الله ربنا هيشفيك وهتقوم وترجع تاني بالسلام. ونعم بالله. ونعم بالله. الحمد لله ان جت على قد كده. شكرا. طب والدكاتره قالوا لك ايه بقى؟ قالوا مفيش امل. لا ان شاء الله سيب الامل على ربنا. ونعم بالله. ان شاء الله. ماشي يا عم ناجي. طيب هسيبك ترتاح واطلع اشوف نوها كده. ماشي. مش عايز حاجه؟ شكرا يا عم ناجي. الف الف سلامه يا حبيبي، الف سلامه عليك. الله يسلمك. هترجع ايه بس يا عم ناجي؟ انت اكيد محروق تقول لي انها مش راجعه تاني. ماما انا متوتره ومش عارفه افكر، في نفس الوقت سلمى صعبان عليا. بص يا بنتي، هو صحيح العيش والملح مش بالسهل وصعبان عليا انا كمان، بس انا ما بدورش على مصلحه حد في الدنيا غير مصلحه بنتي، ومصلحه بنتي اللي انا شايفاها ان مش هينفع تعيشي معاه يا بنتي. بس هو ما عملش معايا اي حاجه وحشه، يعني طول فتره جوازنا وكان حد كويس جدا. ولا انت عملتي حاجه وحشه، ولا انت عملتي حاجه وحشه. انت برضو كنت صيناه وعايشه على الحلو والمره وراضيه. قبل ما يسافر الدنيا كانت بايظه، ما تنسيش. بعد ما سافر ماشي ظبطت، انما بعد كده نرجع للمرار تاني يا بنتي. ده مش هيعرف يعمل حاجه، لا هيروح ولا هيجي ولا شغل ولا ده ولا ده. عايزه تخرجي تتفسحي، عايزه تجيبي حاجه، حد جايلك زق بالكرسي ورجع بالكرسي، هتعملي ايه؟ عبء كبير، خدمته لوحدها مش سهله. صدقيني يا بنتي انت لسه صغيره وهتزهقي. هتقول انا هفضل عايشه عمري كله ممرضه، هفضل عايشه عمري كله خدامه. مش هينفع، صدقيني مش هتقدري. كله بالمعروف. هو يا حبيبتي يجيب له خدامه، يجيب له حد يخدمه، يجيب له واحده ممرضه، يجيب اللي يجيبه. المهم انت تشوفي حالك يا ماما. بس ما بسش يا نهى، يا نهى بص للمصلحه. ده يا حبيبتي بيقولك خلاص مش هيمشي، واكيد لو جاب قرشين اتصرفوا على عمليه ولا اتصرفوا على حاجه يعني راح، يعني جاي ايد ورا وايد قدام، جايلك بكرسي يا نهى. بس انا اكيد مش هقعد معاه عشان فلوس يعني. ماشي يا حبيبتي، اقعدي معاه عشان الحب، والحب يعمل لك ايه بقى؟ هيعيشك؟ ها؟
هيعيشك يا نوع، يخرجك ويلبسك ويأكلك يا حبيبتي، مش هيعيشك ياما، ده انت هتزهقي وانت قاعده تحت رجله. يا بنتي لا 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 يا نهى، تسمعيش كلام امك. خلي بالك جوزك دلوقتي محتاج لك في الوقت ده، لان انت يا بنتي مالكيش بركه اللي هو ده. عشان خاطر ربنا يبارك فيكي لازم تقفي في زنقته ديت لما ربنا يخفف ويشفيه ويزيع عنه. هي ناجي هي لازم تبص لمصلحتها برضه. اسمعي وفاء، انا قلت كلمه، اسمعي كلام انا وما تسمعيش كلام امك. خلاص قومي يا بنت روحي عشان خاطر جوزك. ابوك بيبص عشان هو راجل زيه، مش قادر يفهم المصلحه ولا قادر يفهم اللي هيحصل بعد كده. اسمعي يا وفاء، لو انا اللي في الموقف ده هتسيبيني؟ يختلف يا ناجي. ايه اللي يختلف فيه؟ الزوجه زوجه. انت عشرة عمري وابو بنتي وكمان بحبك، فسيبك ليه؟ لكن هما لسه على البر ومفيش بينهم عيال. ماما بصراحه بابا عنده حق. جدع يا وانا هقوم ارجع لسلام. جدع يا نهى. بس خلاص يا وفاء. انا جيت تاني. نوع؟ انا مش مصدق. بص بقى. ايوه انا رجعت، بس في حاجه. سيبك بقى من كل الكلام اللي انت قلته، وانا رحت للدكتور ومش همشي تاني وكل الكلام ده. انا بصراحه حاسه ان في امل، فهنروح لدكتور دلوقتي وهيكشف عليك ويعمل لك اشعاعات وتحاليل وكل حاجه، وانا واثقه في ربنا ان انت هترجع تمشي تاني. بس انا الدكاتره هناك كويسين جدا، شافوني وقالوا ان مفيش امل يا نهى. مش حاساهم. انا حاسه ان هنا يبقى في امل. ايه بقى ان شاء الله، مش عايز يبقى عندك امل ولا ايه يعني؟ انا اكتر واحد اتمنى ارجع امشي تاني. طب بس هترجع تمشي تاني. خلينا اتاكدنا وقالوا نفس الكلام يا نهى. سيبها على الله. انا حاسه ان في امل وان انت ترجع تمشي تاني. خلينا نفرض ان مبقاش في امل. وانا حاسه ان في امل. ايه الكآبه دي؟ هتعملي ايه وقتها برضو؟ سيبها على الله، وقتها يحلها ربنا، وهفضل معاك برضو. يعني ايه المشكله؟ بس خلينا نشوف دلوقتي الامل اللي انا حاسه بيه. ولا مش عايز تمشي تاني؟ انا هعمل كده عشان اريحك. ماشي. بس انا فعلا فقدت الامل خلاص. يلا. اوبا، ايه القمر الجميل اللي ماشي ده؟ بقى القمر ده يمشي مع واحد عاجز؟ انت هبل يا ابني، ما تحترم نفسك. في ايه؟ خلاص يا سلامه. لا مش يا خلاص. عسل، اهدى بس على حالك وما تعليش صوتك. انت قاعد على كرسي وعاجز، يعني هتعرف تعمل معايا حاجه وممكن اعجزك اكتر. والله انت خساره فيه. ابعد بقول لك عشان ما املكش. خلاص بقى ويلا. انا هراعي الحاله اللي انت فيها، مش هتكلم معاك، وعشان خاطر المزه برضه. يلا يا سلامه. نهى مش عايز اروح مكان يا نهى. رجعني البيت يا نهى، انا عايز اروح. طب اهدى، نروح الدكتور الاول وبعد كده نروح مكان يا نهى. وانا قلت لك ان كله قال مفيش امل. مش عايز اخرج تاني يا نهى. ممكن افهم بقى انت رجعت ليه؟ طب فهمني. بص يا نهى، انا رحت عند دكاتره كتير جدا بره وكله اكد لي ان مفيش امل. يعني انا يا نهى مش هعرف ولا هقدر امشي تاني. انا مش عايز كل شويه اجدد الوجع يا نهى. انا خلاص بدات اتقبل الامر، فمش هقعد كل شويه رايح جاي عندي دكاتره، وبعدين الموقف اللي حصل اصلا يضايق. انا مش عايز الموقف ده يتكرر. انت فاهمه يعني ايه واحد عكسك وما اقدرش اقوم ادافع عنك يا نهى؟ بص يا سلامه، انا مش هلف وادور عليك. انا قلت ادي الموضوع فرصه واحاول اتاقلم معاه، بس بعد الموقف ده ما اظنش ان انا هقدر اتاقلم مع الموضوع، واظن ان انا هختار الحل التاني. بس اصلا انا كنت مرتبه حياه تانية خالص. كنت مرتبه ان انت هتيجي من السفر تعوضني عن كل فتره غيابك اللي انت ما كنتش موجود فيها. هنشتري العربيه اللي احنا كنا بنحلم بيها، وهنروح ونيجي ونخرج في اي وقت احنا عايزينه، ونعمل كل حاجه، ونروح النادي سوا، ونروح لقرايبنا، ونعمل كل حاجه. بس متهيألي في الحاله دي كل الحاجات اللي انا كنت رسمها ضاعت، وانا تقريبا مش هستحمل ان حد يكون بيضايقني في الشارع وجوزي ما بيجيبليش حقي. فانا نهى
انا بصراحه استنى يا نهى، انت بتقولي ايه؟ انا بس عايز اسالك سؤال. انا لما سافرت كان ليه؟ كان عشان كل الحاجات اللي انت قلتيها دي، واللي حصل مش بايدي يا نهى. ولا بايدي انا كمان، بس انا صدقني انا حاولت. بس انت قلتي انك هتتحملي. مش هقدر. مش هتقدري؟ بعد الموقف ده اكد لي ان انا فعلا مش هقدر، فانا اخترت ان انا اتطلق. يا سلام. ربنا لا انا مش عايزه المسلسل ده، انا هقلب على المسلسل اللي انا عايزاه. بقول لك ايه؟ ايوه ده حلو. بنت الجاد. ايه ده؟ نهى. ايه؟ ايه يا نهى؟ رجعتي صح؟ رجعتي صح؟ برضه اصبروا شويه اما نسمع بتقول ايه. بصراحه حصل موقف اكد لي ان انا فعلا مش هستحمل. كان لازم تفهمي وتعرفي ان كلامي صح. انا عارفه ان انت مش هتقدري تستحملي يا حبيبتي، وان الحرب هتبقى عليكي تقيله. بسطتي عماله تزني على ودانها، اديك بتزني على ودانها اهو. انا ما بزنش، انا بفتح لها الغيامه اللي على عينيها اللي هي اصلا مش شايفاها. طب اسكتي، قومي يا نهى عايزك. تعالي يا نهى. فين؟ تعالي يا نهى عايزك. تاخدها توديها له؟ اسكتي انا عايزها. تعالي يا نهى يا بنتي. بص بقى، انا جبتك هنا في الكافيه عشان ايه؟ بعيد عن امك، عشان اعرف افهمك ان يا بنتي انت اولا اما اتجوزت جوزك ده مسافر عشان خاطر ايه؟ مش عشان خاطر يكون مستقبله معاكي وتعيشوا حياه سعيده. طب ده اللي حصل له ده حاجه خارجه عن ارادته، ده بتاع ربنا. يبقى احنا نقف جنبه ولا نسيبه في الوقت ده؟ ينفع يا نهى؟ ماشي يا بابا، بس الموضوع صعب. الموضوع مش بالسهوله اللي حضرتك بتتكلم بيها دي. الموضوع مختلف وانا مش هقدر عليه. يا بنتي الاصيله بتقف جنب جوزها حتى لو ايه. ها؟ بابا كلامك حلو قوي، بس الواقع مختلف. وبعدين حضرتك ما شفتش الموقف اللي احنا اتحطينا فيه. ملخص الموضوع يعني هو معرفش يدافع عني، فمتهيألي ان انا مش هقدر بعد موقف زي ده. انا عارفه ان هو غصب عنه، بس انا مش عارفه بعد موقف زي ده ان انا هقدر اكمل معاه. انا حاولت وسمعت كلام حضرتك ورجعت مره وقلت اجرب، بس ما ينفعش. عايز اعرف وجهه نظرك ايه؟ مرضيش يعني يدافع عنك. يدافع عنك في ايه؟ عشان مش هيقدر يقوم يا بابا. مين قال يا نهى يا بنتي؟ ده في ربنا. احنا هنعمل اللي بقى ان خلاص عشان خاطر ربنا يا بنتي. ونعم بالله يا بابا، بس مع احترامي لكلام حضرتك، دي عشتي وانا مش قابلاها. فكري يا بنتي، فكري. فكرت يا بابا، انا مش هرجع لسلام. يعني ده اخر قرارك؟ السلام عليكم. اهلا. ازيك يا عماد؟ ازيك يا حماد؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا نهى؟ ازيك يا عماد؟ بعد اذنك كنت عايزك في كلمتين كده. قول يا حبيبي. بس ينفع هنا؟ طب ماشي يا نهى، على اذنك. تعال. اتفضل يا عماد يا ابني، اتفضل. الله يكرمك يا عماد. بص انا جبتك بقى بعيد عن الكافيه وبعيد عن الشارع عشان ايه؟ تتكلم اللي انت عايز قوله يا حبيبي وانا سامعك. يكون احسن برضه يا عماد. ماشي يا حبيبي، اتفضل. بص يا عم هاجي، كل اللي انتوا تعرفوه عن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. منور الدنيا. الله يكرمك يا حاج. خير يا عماد؟ كل خير ان شاء الله. كل اللي تعرفوه يا عم ناجي ان سلام عمل حادثه وبس. لكن ما عرفتوش بقى القصه. بقى القصه بقى اللي هو سلامه خد 10 مليون جنيه تعويض بتاع الحادثه، وهو كان طالب يعني منكم يعني اللي انتوا تكلموا بنتكم، وهو شاريها جدا وبيحبها اللي هي تكمل معاه ويديها ال 10 مليون جنيه. لا يا عماد يا ابني، بنتي رافضه نهائي. صلى على النبي يا ناجي. 10 مليون ناجي استنى بس هقول لك على حاجه يا حاج. بنتك مش راضيه يا وفاء. طب بس استنى، لا ده هي البت متلخبطه. انت عارف طبعا ان اللي حصل يا عماد صدمه، وهي لسه عيله صغيره دماغها لفت حوالين نفسها. هي برضو مهما كانت الصدمه جت قويه عليها شويه، فهي لسه بتفكر. فطبعا ايه، مش هناخد قرار منها قطعي مره واحده كده، لا طبعا. يعني يعني سيبنا بس ساعتين كده وهنرد عليك. ساعتين قول لاخوك ساعتين كده وهنرد عليك يا عماد. نعم يا عماد. ماشي، خلينا بس استاذن انا بقى كده وهي ومنتظرين الرد. طب ما تستنى تشرب حاجه. لا شكرا، مش معقول كده. شكرا. هيروح لاخوه. بعد اذنكم. السلام عليكم. اتفضل يا عماد. والسلام.
بنتك مش موافقه. 10 مليون ايه وبتاع ايه؟ يا ناجي اسكت، انت مش فاهم حاجه. اهدى بس يا ناجي، صلي على النبي. طب بس استنى يا نهى جت. نعم. اخو سلامه دلوقتي جاي بيقول ان هو واخد مكافاه تعويض 10 مليون جنيه وعاوز يرجعك عشان خاطر ال 10 مليون جنيه، وانا رفضت قلت لا، بنتنا مش هتقبل الفلوس لان عيشتها بتقول لا. كويس. رفض نهائي. كويس عشان مش هقدر، وده اللي انا قلته. طبعا. خلصت؟ ايه خد الريموت بقى يابا واتفرج على المسلسل. بصي يا قلب امك، احنا كنا بنقول ان كل اللي كان معاه صرفوا على العلاج، صح؟ دلوقتي طلع ما صرفوش على العلاج، و10 مليون جنيه. عارفه يعني ايه 10 مليون؟ لا. يعني عربيه، يعني لبس، يعني اشتراك نادي، يعني تجيب له خدامه وممرضه يقعدوا تحت رجليه ليل ونهار وانت مش شاغله دماغك بحاجه، يعني فسح زي ما انت عايزه تروحي وتيجي تعملي كل اللي نفسك فيه. انا مش سخنه، انا كويسه وزي الفل، والرقم ده عمل لي تنفس. بس متهيألي ان انت من كام ساعه ايه؟ انت من نص ساعه كنت رافضه، وازاي اللي فات مات الله يرحمه، احنا في دلوقتي. ايوه يا نهى جدعه، صح كلام بالظبط. بس اسكتي. ايوه ما تسمعيش كلام امك برضه، مش كل حاجه الفلوس. ناجي صلى على النبي. الصلاة والسلام. احنا لازم نفكر في المصلحه، وهو ده اللي انا كنت بتكلم فيه. لو انتوا فاكرين ان انا بتكلم في المصلحه، اهي المصلحه جت لغايه عندك. انت مش بتحبيه يا حبيبتي وما تقدريش تستغني عنه؟ مش هو حبيبك وجوزك وضيع عينك وكل حاجه ليكي، صح؟ يبقى ده يسند ده، صح يما؟ مش ده اللي انا كنت بقوله لك؟ الحب مش هياكل عيش، لكن جه اللي ياكل العيش، جه اللي ياكل العيش يا ناجي. جت الفلوس. يا وفاء انا عايز اقول كلمه. قول يا نهى، مش كل حاجه الفلوس يا بنتي، الفلوس بتروح ماشي. خلي بالك ال10 مليون ممكن يخلصوا، وبرضه هتدنك تعبانه وهتقولي ايه اللي خلاني انفذ كده. مش انت اللي كنت رافضه ان انا ارجع؟ سبحان مغير الاحوال. عندك حق، الفلوس بتروح، بس بتروح على ايه بقى؟ بتروح على حاجه بتقعد بنشوفها بنستخدمها، بتقعد على لبس، على اكل وشرب، على فسح، على حياه تانية كنت بتحلمي بيها. هترجع تندم تاني لانه بتقول مش هيقوم يمشي. قدر ان ربنا ما رادش ان هو يقوم يمشي، تبقى تعمل ايه ساعتها؟ الفلوس هتعمل ايه؟ قلت لك هتجيب له خدامين. اسمع ما اقول لك، خدامه يا ناجي، هتجيب له خدامه وهتجيب له ممرضه. صدقني هو ده اللي هينفع، بدل ما تطلع منه وهي بتحبه. يا وفاء مش عاوز كتر كلام يا وفاء، وبلاش الكلام ده خالص. بابا بصراحه انا مستغرباك، انت من 5 دقايق كنت بتقولي ارجعي وما تسيبوهوش وما ينفعش. سبحان مغير الاحوال برضو. يا بنت انا كنت بقول كده عشان خاطر الحب والعشره. بقول لك ما تسيبوهوش، لكن عشان خاطر لو هترجعي عشان خاطر المال والفلوس يبقى مش هينفع. دي مجرد وسيله. بصراحه بابا وماما عندها حق. وبعدين ممكن بقى عشان ما اخليش الفلوس تروح، ممكن اعمل مشروع فهيدخل لي فلوس برضو، هيجيب فلوس بزياده، فالدنيا هتكبر، هو هيبقى عايش مع مراته حبيبته، وساعتها اقدر اعمل له عمليات كبيره جدا وبره مصر وهيقوم يمشي تاني. دماغك بدات تشتغل. صلاه النبي. شفتي بتفكري بعقل امك؟ لا يا بابا، انا بتفكر الصح بالمنطق. يعني انا هو دلوقتي لو عمل عمليه كبيره مثلا بره مصر او في مصر ايا كان ايه المكان، هو ممكن يقدر يمشي تاني، والطب اتحدث يعني واتطور، فممكن يمشي تاني، فبقى ما خسرتش جوزي اللي انا بحبه وفي نفس الوقت قدر يمشي. انا مش مقتنع بالكلام ده خالص. لو ما قدرش يمشي براحته يا حبيبتي، خدامه وممرضه يعملوا اللي هم عايزينه. انا مش مقتنع بالكلام اللي انتوا بتقولوه ده. ما تقتنعش. تعالي معايا يا نهى، عايزاكي اتفرج على المسلسل. والله استغفر العالم دي ايه ده يا اولاد؟ البنت ماشيه ورا امها شويه، لا مش هقبل اعيش شويه عشان خاطر الفلوس. انا مش عارف. تعالي يا حبيبتي اسمعي يما، عشان خاطر امك تخليكي كده اضرب مصلحتك يا بنت. عايزاكي تقب على وش الدنيا، في النهايه انت راجعه له اهو، يعني هتعيشي معاه وهتشيلي بقى حلو ومره، صح يا قلبي؟ خلينا بقى نعيش شويه، حرام عليك. ده انا قربت اركب نظارات من التلفزيون اللي قد كده. هاتي لي الشاشه والنبي يا نهى، خليني بقى كده احس ان بنتي كده ايه، بنتي جابت لي كذا وكذا. عشان خاطري يا نهى فوقي بقى يا حبيبتي لنفسك كده، ارجعي لي واعتذري لي وانا معاك ومش هسيبك وتحت رجلك، انت حبيبي، انت وانت وانت وانت. كلام كتير. حاضر خلاص. طب خشي معايا. لا
ما ينفعش. اللحظه دي لازم تكون انت وهو وتتكلموا مع بعض براحتكم، محدش يقاطعكم. انت عارفه ان انا بحب الكلام. يلا حمدي. طب ما تخشي. قلت لك لا، اصل انت واقفه. انا ماشيه. ماشي. نهى انت رجعتي؟ انا كنت واثق رجعت تاني. اكيد انك انت مش قادره انك تستغني وهتقولي ان انت راجعه تاني وهنكمل، صح؟ صح. يعني ومش هبعد عنك تاني. ولا هتطلبي الطلاق؟ لا. وهتتحملي الوضع اللي انا فيه؟ هتحمله. انا مبسوط جدا يا نهى، وعايز اقول لك ان انا كنت بهزر معاكي اصلا. انا بمشي عادي، الكرسي ده زهقني اصلا بجد. والشاب اللي عكسك اصلا انا كنت متفق معاه. متفق معاه عكس مراتك، بس مش مهم. يعني انت بجد واقف على رجلك تاني اهو. انا مبسوطه قوي. انا مبسوط اكتر، بس انا بقى عايز اكمل المفاجاه واخدك مشوار صغير قد كده. فين؟ تعالي بس وهتفهمي. انا مش فاهمه انت جايبنا فين برضه. بصي يا نهى يا حبيبتي، شايفه البيت الجميل ده؟ شكله حلو قوي. طيب البيت ده انا اشتريته. بجد؟ العماره اللي لسه بتتبني اللي بتقوم دي مالها؟ اشتريتها برضه. نهى انا ربنا إزاي؟ كرمني وفتح عليا جدا جدا على فكره، ودي المفاجاه بقى اللي انا كنت محضرها لك. مش بس كده، انا فيه كمان مكتب. تعالي بس كده اوريهولك. انا بقى فاتح يا نهى هنا مكتب، اتمنى انه يعجبك. صح، العربيه دي بتاعتي برضه. بجد؟ بجد. دي العربيه اللي احنا كنا نفسنا نجيبها. لسه في كمان عربيه جايه لي. تعالي يا نهى. ده مكتب يا نهى اللي كنا نفسنا فيه. مش كان نفسك نفتح مكتب عقارات ونشتري بيوت؟ وانت كنت شاطره جدا في حوار البيع والتسويق والكلام ده. ايوه. ده مكتب انا جهزته وفتحته، وفيه كمان اكتر من مشروع هنبدا فيه. مبسوطه قوي، في نفس الوقت مش مصدقه. لا صدقي يا نهى، انا عايز اقول لك ان اللي حصل لي ده معجزه. انا حصل لي حاجات كتير جدا في الغربه، اكيد ما كنتش بحكيها عشان ما شايلكيش همي، بس في اخر المطاف ربنا كرمني وكرم كبير جدا كمان. اول حاجه طبعا فكرت فيها نهى حبيبتي اللي ماليش غيرها، مراتي اللي انا اصلا سافرت واتغربت عشانها. انا مبسوط قوي ان احنا مع بعض هنا. وانا كمان. تعالي بقى عشان في حاجه اخيره جدا هنعملها دلوقتي. لسه؟ حاجه بسيطه قوي، بس الحاجه دي بقى ان شاء الله هي اللي ايه هتعجبك. يعني انت خليتي بنتك ترجع؟ تعالي يا نهى. يا دي موال. السلام عليكم. ايه السلام ورحمه الله. انت عملت ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ يعني معجزه ربنا. ما شاء الله. ايه ده يا جماعه، مش معجزه ولا حاجه. امال ايه يا ابني، في ايه؟ بصراحه يا عم ناجي، انا اصلا ما حصليش حادثه ولا حاجه. انا كنت بختبر نهى. كان بيهزر. كنت بهزر معاها، بشوفها هتبقى زوجة اصيله وتكمل معاه ولا لا. والحمد لله نهى يا عم ناجي رجعت لي وقالت لي هتكمل ومش هتطلق. بس رجعت بقى بعد ايه؟ بعد ما اخويا جه وعرض عليها 10 مليون. مش المقصوده. لا 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 لا، ثواني يا حماتي. نهى يا عم ناجي ما رجعتليش عشان تبقى زوجة. نهى رجعت لي عشان تبقى خدامة كلبة فلوس. السلامة. نهى دي الحقيقة اللي انت مش عايزة تواجهي نفسك بيها. انت مش راجعة عشاني، مش راجعة عشان حب، مش راجعة عشان أي إنسانية خالص. هي راجعة بس عشان عرفت إن في فلوس يا عم ناجي. أنا بحترمك طول عمري، وكان نفسي بنتك تاخد منك، بس للأسف أخدت من أمها أكتر. يعني إيه؟ يعني أنا متأثر وحزين جدا على نهى اللي كانت حب عمري، اللي سافرت واتغربت ودقت الذل عشان خاطرها. يعني احنا ما رجعناش؟ وعمرنا ما هينفع نرجع يا نهى. انت خلاص سقطت من نظري بقول لك. ما انت خفيت اهو، بقيت كويس خلاص. انا ما كنتش اصلا عاجز. يعني المهم انك انت بقى يعني تمام اهو. اسكت يا وفاء، خلاص يا وفاء، خلاص يا وفاء. يا ابني انت كلامك صح فعلا، لان هي دخلت امها طمعتها في الفلوس. كلامك مظبوط، ما اقدرش اقول حاجه زي كده. اسكت يا وفاء خلاص. بص يا عم ناجي، انا الكلام اللي بقوله والله العظيم ده صعب عليا، ونهى كانت كبيره جدا في نظري وسافرت مخصوص عشانها. بس طبعا انت عارف قله الاصل ما ينفعش، وانا اسف اني اقول الكلام ده في بيتك. انت طالق يا نهى. السلام عليكم. وكل حقوقها هتاخدها، انا عمري ما كنت ظالم. عاجبك يا وفاء؟
مش ده اللي انت قلتي لي؟ عاجبك يا وفاء اللي حصل؟ مش ده اللي قلتي لي الفلوس هتحل كل حاجه؟ ولما قلت لك انا هفضل معاه قلتي لي لا وسيبيه واول ما جت الفلوس خليتيني ارجع له. ما عشان خاطر انا مش مسامحاكي. خاطر انت السبب في كل اللي انا فيه ده. ضيعتي مني حب عمري وجوزي، خليتيني اتطلقت وشافني قليلة الاصل وانا هو انت لو بتحبي بجد كنت سمعتي كلامي؟ انت برضه بصيتي للنفس اللي انا بصيت له. كلامك صح يا وفاء، عندك عشان حق. انت ما سمعتيش كلامي، كلام ابوكي. عندك حق. انا كنت بدور على مصلحتك مش اكتر. وانا صدقتك عشان كنت مفكره انت بتدوري على مصلحتك. ما هو ده اللي حصل. بس انت كنت بتدوري على مصلحتك، كنت بتدوري ازاي اطلعك من الفقر اللي انتوا عايشين فيه، صح؟ هاتيلي شاشه كبيره يا نهى، مش خليني اقول بنتي عملت وبنتي سوت وبنتي جابت، ودلوقتي لما حياتي انا خربت، صح بقى الغلط عندي وانا اللي مشيت وراكي. ينفع كده يا نهى؟ ها؟ رد على امك بقى، شوفي اللي حصل. ينفع كده؟ دي انت اتطلقت وقعدت جنبها. الله يسامحك. وبيتي واخده لقب مطلقه. ما شاء الله عليكم، مسكتوني انا اللي جام، يعني انا اللي شلت ايوه انت السبب. هو انت بجد مش شايفه نفسك غلطانه؟ الام اللي تنصح. طب افرضي انا طايشه، المفروض مين اللي ينصحني؟ مش انتي؟ امك اللي تنصحك. ما سمعتيش كلامها؟ كل شيء نصيب. كنت تسمع كلامها خلاص خالص. رحله حلوه يا ستي، كل شيء اسمه ونصيب. صح، ما هو انتي مش هتحسي باللي انا حاسه بيه، فالموضوع عندك سهل. يا ريت تاخدي موعظه وتاخدي درس. بس انا بجد مش مسامحاكي. يا نهى الايام بتداوي، بكره تنسيه يا حبيبتي وتعيشي حياتك وربنا يكرمك باللي احسن منه. انت عارفه انا لو نسيته يا خساره مش هنسى ان انا كنت قليلة الاصل معاه. وعلى فكره ده راح وراني عمارات وفيلل وعربيه والمكتب اللي كنا بنحلم بيه. انت مش بس ضيعتي مني الراجل اللي انا بحبه، انت ضيعتي كل حلم انا حلمته معاه وخليتيه هيروح يعيشوا مع واحده تانية. ايوه يا نهى، بس انت فعلا لو بتحبيه ما كنتش قلت الكلام ده خالص، وكنت وقفت جنبه لاخر ثانيه، لاخر لحظه. لكن ان انت سمعت كلام امك ومشيت وراها، في الاخر ادي الجزاء اللي يمشي في اللي هو يقول انا بحبه. انا صدقت عشان فعلا افتكرت ان هي ممكن تكون خايفه على مصلحتي وهي اكبر مني وفاهمه وعارفه ان ده مصلحه ليا. احنا ما كنت اتمنى ان انت تتمني لي خراب حياتي للدرجه دي. وادي كل بنت تسمع كلام امها وتمشي وراها في الخراب. انا مش مسامحاك للاسف. خلاص انت عايزه ايه منها؟ فشكلت عشها وخليتها اتطلقت بسبب كلامك وبسبب الطمع. مفيش ام بتتمنى ان بنتها بيتها يتخرب، لكن انا كنت بجد بدور على مصلحتها. مصلحتها؟ كان نفسي تعيش مبسوطه في كل احوالها. كنت قولي لها عيشي جنبه لحد ما ربنا ياخد بيده ويخف. اهو قال لك انا كنت بختبرها، صح؟ ادي انت شفتي.